السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير ولا خير وما ناقصكم خير. عواشركم مباركة بالصحة والعافية وكل ما كتمنوا ان شاء الله. سمحوا لي على الصوت ديالي، راني مريضة عيانة ما شكيت عليكم. وهذا الفيديو راه صورته تقريبا هادي شي اسبوع هكاك، يلا كتب باش ننزلو لكم. المهم اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي شائعه وعزيزه على الناس كلها، الطنجيه المراكشيه، وغادي نديرها لكم باللحم الراس ديال البقري. وبما ان عيد الكبير على الابواب يمكن لكم تستعملوها باللحم الراس ديال الغنمي. تغيروا شويه، دائما يا اما كنبخروه داك الراس ديال الغنمي يا اما كنطيبوه في الكسكسو. دابا يمكن لك تغيري وديريها طنجيه. هنا عندي كيلو ونص ديال اللحم الراس ديال البقري، وبالنسبه للتوابل كنستعمل هنايا الكمون، ضروري من الكمون، والقزبر يابس اللي مدقوق، وعندي هنايا راس الحانوت. عندي واحد المعلقه صغيره ديال السمن الحار اللي تيكون مصوب على اليد، راه تيكون شويه مالح. الا لاحظتوا هنا انا راه ما غاديش ندير الملحه. عندي هنا ريوس ديال الثومه اللي منقيين وكركوبه تنخليها صاينه. عندنا اوراق ديال سيدنا موسى اولا اوراق الغار او اوراق الرند. عندي هنا الحامض مصير كما قلت لكم راه مالح حتى هو، مصوبه عندي في الدار يعني ما غاديش نضيف الملحه. عندي الزعفران الحر، الزعفران شعره، حتى هو كيعطي واحد اللذه واحد المذاق لكاع لجميع الوصفات، كيعطيهم لذه. اللي خديته ورقدته في الماء دافي. غادي ندوزو دابا ناخدو واحد الكوكوط، لان غادي نطيبو في الكوكوط وغنطيبو على العافيه. ونسيت ما قلت لكمش، كاين عندي هنايا نص كاس ديال زيت الزيتون. ما كثرتش زيت الزيتون لان الراس ديال البقري تيكون شويه ميدم. الا كثرت اكثر من نص كاس غادا تجي الطنجيه ميدمه بزاف. غناخدو اول حاجه غناخد واحد الزلافه نخلط فيها بعدا العطريه اللي هي الكمون وقزبر يابس وراس الحانوت. غادي نكب عليهم داك الكاس ديال الماء دافي اللي مرقده فيه الزعفران شعره، وغادي نضيف ديك المعلقه صغيره ديال السمن غير باش نحلها. اما هي راه غادا تذوب ملي طفي الطياب غادا تذوب، غير باش ما يبقاش السمن هكاك مجموع في بلاصه وحده. غنحاول نحرك هاد التوابل كلها مع بعضياتها ونحل داك السمن، نحلو هكايا مع العطريه. صدقوني هاد الطنجيه هادي ديال اللحم الراس هي كتجي هائله. دائما تنديروها يا اما بالدجاج يا اما هذا بالملوجه ديال لا دانت، ولكن حسب اللحم الراس كتجي زوينه وكتجي هائله وكتكال. دابا غناخد واحد الكوكوط لان لحم الراس ديال البقري راه تياخد الوقت باش كيطيب. انا غادي نديرها في الكوكوط. غنستفو دوك الطرف ديال لحم الراس عندنا في الكوكوط،
وساهله ودغيا تتوجد، ما كتحتاجيش ليها الوقت بزاف باش تبقاي عاد توجدي ولا هذاك. دغيا كتقادي هادشي ودغيا كديريها فوق العافيه تطيب. غير هي خصنا نديروها فوق العافيه اللي تكون مهيله، ما تجهدوش عليها العافيه. وإلا بغيتي طيبيها في طنجره عاديه بلا هادي بلا كوكوط، ديريها فوق الفاخر وتخليها طيب على مهل. غناخدو هاد العطريه هادي وغادي نوضعوها فوق من دوك الطريفات ديال اللحم، نوزعوها على دوك الطريفات ديال اللحم. من بعد غناخدو دوك الضريسات ديال الثوم وغادي نوزعوهم فوق من اللحم ديالنا، وكذلك الوريقات ديال سيدنا موسى اولا وريقات ديال الرند حتى هما نفرقوهم هكا فوق من اللحم. وغادي نضيف هذيك الحامضه اللي هي مصيره. راه كيف قلت لكم راه ما درتش الملحه لان عندي السمن مالح وعندي الحامض مالح. الا زدتو كثر زدتو شي ملحه اخرى صافي راه ما غاديش تقدروا تاكلوها. وكندير هذاك الراس ديال الثومه حتى نديرو حتى هويا الفوق صافي. وكنكب عليها هاد نص كاس ديال زيت الزيتون. هي من الاحسن زيت الزيتون كاش كتجي بنينه كيعطيها واحد البنه. صافي من بعد دابا غادي نضيف ليها الماء. كما شفتوا في الاول درت كاس ديال الماء اللي كان مرقد فيه الزعفران، ودابا هذا الكاس الثاني وغادي نزيد الكاس الثالث، لان كيف قلت لكم لحم الراس ديال البقري راه تياخذ طياب. اما الا درتو لحم الراس ديال الغنمي فغادي يكفيكم هذاك الكاس ديال الماء اللي مرقدين فيه الزعفران، وغير العافيه تكون مهيله. صافي ها هي دابا نصبناها غادي نديروها فوق العافيه، ولكن العافيه تكون مهيله ولا فوق الفاخر، طنجره عاديه وديريها فوق الفاخر. تقريبا المده ديال الطهي ديالها غادي الا درتي لي عافيه مهيله هذيك ساعه ديال المكانه ديالها. ها نتوما تتشوفوا دابا اللحيمات كيعاقدين نمشي للحيمه سمحوا لي المريقه شوفوا كي خاتره وعاقده واحد طالعه منها ما نقولش لكم عليها. يا سلام، ما غاديش تندموا الا جربتوها. جربوها وردوا عليا الخبر في التعاليق.